صباح الخير او مساء الخير على كل الدارك فانز الحلوين. يا رب تكونوا بخير. غبت عليكم شوية بس زي ما بيقول المثل يغيب غيبته يرجع بهبته. فالنهاردة جايه لكم بموضوع شيق جدا من غير رغي كتير. يلا نخش في الموضوع على طول. ازاي تتعاملي معاملة الاميرات؟ ده موضوع الفيديو بتاع النهارده. كالعاده هقولك في الفيديو ده شويه تبس ونصايح هتساعدك ان شاء الله ان انت تاخدي المعامله اللي انت بتتمنيها وتتعاملي فعلا زي البرنسس. واول نقطه هي ان انت تعدلي طاقتك عشان تخلي اي حد يعاملك بمنتاليتي البروفايدر، ان هو راجل عايز يديلك حاجات يجيبلك حاجات. ده بيتطلب منه ان هو يكون عنده طاقة ذكورية عالية جدا وسليمة مش مجروحة. وعشان تخلي الراجل اللي قدامك في اعلى درجات طاقته الذكورية لازم انت كمان تكوني في منتهى درجات الطاقة الانثوية. يعني ما تطلبيش من الراجل يعاملك بعطاء ودلع وانت من جواكي مش متقبلة المعاملة دي ومش متقبلة الدلع والهدايا او رفض الاستقبال بشكل لا واعي منك. لازم تتعلمي تشتغلي على الريسيفنج عندك وعلى الاستقبال. لازم تتعلمي تكوني منفتحة لاستقبال اي حاجة، اي نوع من الهدايا، من المجاملات، من الكلام الحلو، من المعاملة السبيشال. لو انت من النوع اللي انت لو مثلا عرض عليك الراجل يجيب لك حاجة معينة وانت شايفة ان هي شفتي سعرها ولقيت ان هي غالية جدا ومحبيتيش ان انت تكلفيه مثلا وقلتي له لا شكرا ورفضتي، انت كده قفلت الريسيفر. حرفيا انت قفلت الريسيفر اللي بيستقبل الطاقات دي وعملتي له بلوك. ما ترجعيش تشتكي بقى لما هو بنفسه يستكتر عليكي حاجه او ما يعرضش عليكي انه يجيب لك حاجه اصلا علشان عارف ان انت هترفضي وهتقولي لا. كمان مثلا لو كان بيمدحك او بيقولك كلام حلو او مجامله او ايا كان ولقيتي نفسك داخليا كده جواكي بترفضي، بتستكتري الكلام ده على نفسك، بتقولي لنفسك ايه ده، هو ازاي هو شايف فيا كل ده، هو انا فيا كل الحاجات اللي بيقولها دي، او حتى بداتي تدافعي عن نفسك وتبرري او تقللي من المواصفات اللي الناس بتمدحك بيها دي وتقولي لا والله ده مثلا ده لا ده انا مش للدرجه دي، ده انا كذا ده انا كذا. ده يدل ان انت عندك مشكله كبيره في الاستقبال ولازم تتحل قبل ما تطلبي اي معامله خاصه. النقطه الثانيه، ما تطلبيش منه انه يعاملك زي الاميره وانت يعني سوري ومع كامل احترامي بتعاملي نفسك انك بنت البواب. عاملي نفسك انت الاول كبرنسس عشان هو يتعلم يعاملك كبرنسس. ما تبقيش قاعده مبهدله، شعرك بقاله يومين ما تسرحش واخر مره رحتي فيها الكوافير كانت العيد اللي فات وتقولي لي برنسس. يعني برنسس منين معلش؟ لو انت مش شايفه نفسك في الليفل ده هو عمره ما هيشوفك في الليفل ده وعمره ما هيديلك المعامله اللي انت بتطلبيها. والموضوع ده بالذات ما فيهوش اي تظاهر او انك تقولي بالكلام بس والله ده انا استاهل احسن حاجه، ده انا استاهل يتجاب لي كذا وكذا وكذا. لا، انت لازم تثبتي ليه ولنفسك الاول انك فعلا شايفه نفسك مميزه وتستاهلي احسن حاجه واحسن معامله. ده هيجي بعد ما ترفعي استحقاقك، معاملتك انت ونظرتك لنفسك. حطي لنفسك روتين يومي لاهتمامك بنفسك. هاتي لنفسك انت هدايا ودلعي نفسك. اخرجي ورفهي عن نفسك، ما تستنيهوش هو يجي يعملك الحاجات دي. انت حسسيه انك انت اوريدي شايفه نفسك حاجه كبيره وقيمه عاليه قوي وان انت اوريدي بتوفري الحاجات دي لنفسك. فعاملي نفسك انت الاول كملكه وهو هيتعلم منك. تالت نقطه، عايزاكي تفضي وتكبي كده من عقلك كل التوقعات القليله واللو ستاندردز والبير مينيمم اللي انت ماسكه فيهم ومتمسكه بيهم يا حرام، واللي لما الراجل بيعملك منهم اي حاجه بتفرحي وبتطيري، يعني بتطيري في السما. توقعي دايما المعامله الامثل والاعلى واحسن حاجه في الدنيا ليكي. احنا كبنات عرب اتبرمجنا على اننا اقل، ما ينفعش نعمل نفس الحاجات اللي الراجل مسموح له يعملها. العيب والحرام كانوا دايما بيحصرونا كده من كل حتة وتربينا على ان الراجل دايما هو اولا وان هو خليفة ربنا في الارض وان احنا بس موجودين لخدمته ولراحته. وده طبعا غلط. هنا تيجي تاني اهمية الشغل الداخلي. انت ما تعودتيش من بيئتك ومن تربيتك مثلا ان انت متطلباتك في العلاقة تكون في مستوى معين. شايفة من جواكي ان الليفل المعين ده اللي انت بتشوفي مثلا ستات تانية بتتعامل بيه، لا، شايفه ان هو ما يناسبكيش، شايفه ان ده حاجه كتيره وكبيره عليكي.
وشايفه انك لو طلبتي كده من الراجل فالراجل غالبا هيستكتر عليكي وهيرفض يديلك حاجه، او هيسيبك ويشوف واحده تانية ملهاش متطلبات مثلا، في حين ان ممكن يكون اللي بتطلبيه ده هو البير مينيمم، هو الحد الادنى لاي علاقه اصلا، الحد الادنى من الاهتمام في اي علاقه. بس انتي للاسف شايفه انه ده حاجه كبيره قوي وهو ده اقصى طموحاتك في العلاقه. هقولك على حاجه، الراجل بيحب الحاجه اللي بيستثمر فيها. شوفي لما بيجيب مثلا عربيه جديده دافع فيها دم قلبه، بيتعامل معاها ازاي؟ بيلمعها وبينظفها وبيحافظ عليها، ولو انت رزعت الباب وانت نازله بيتضايق. نفس الموضوع، انا مش بشبهك طبعا بالعربيه او بالممتلكات بتاعته، بس هو ربنا ركب عقله كده، هو مش بيفرق، ما بيستوعبش غير ان الحاجات المتعبه اللي بيطاردها واللي بتكلفه فلوس وبتكلفه وقت وبيبذل فيها مجهود كبير، هي دي الحاجه اللي تستاهل انه يحافظ عليها ويهتم بيها العمر كله. دي عقليه الراجل. فتوقعي الاحسن والاعلى واطلبي منه الاحسن والاعلى، واطلبي ان انت تحطي لنفسك ستاندردز اعلى في العلاقه، وما تخافيش. مع الوقت ومع التعود انت نفسك هتتعودي ان هو ده الليفل الانسب ليكي، طبعا بعد ما ترفعي استحقاق زي ما اتكلمنا. وكمان هو هيتعود على كده، وهيتعود من معاملتك لنفسك، من استحقاقك العالي، من الحاجات اللي انت بتوصليها له وبتقوليها له بطريقه اندايركت في الظاهر منك عموما في حياتك. هيتعود ان هو ده الطبيعي بتاعك، وان انت لا يليق بيكي اقل من كده. الراجل هيعاملك كبرنسس لما تبقي انت قادره تعاملي نفسك كبرنسس. الراجل زي ما قلتلك بيحب يستثمر في الحاجه اللي معاه، بس ما بيحبش يستثمر في حاجه خسرانه. بمعنى ان انت ما تطلبيش منه يديلك فلوس مثلا، او يجيبلك هدايا، او يوديكي مكان معين مثلا وانت مش معاكي ولا جنيه في البنك، وانت مش قادره توفري كل ده لنفسك. انت وقتها كده مش بتطلبي معامله اميرات، انت وقتها بتطلبي صدقه. الراجل عطاؤه هيزيد اضعاف اضعاف لما تكوني قادره تدي لنفسك كل اللي انت بتطلبيه منه ده. وده يرجع لمبدأ المنافسه اللي الراجل بيحبه جدا جدا. هو بيحب كده، سبحان الله، بيحب ينافس، بيحب يطارد، بيحب التحدي. لما بيشوفك مثلا مستغنيه عنه شويه او مش محتاجاله قوي، وبتجيبي لنفسك كل حاجه وبتوفري لنفسك كل الحاجات اللي انت نفسك فيها، هو هيحاول بكل الطرق انه يبهرك ويشد اهتمامك. ولو كنتي مثلا واحده اثبتت نفسها ونجحت في شغل او نجحت في بيزنس وبقى معاها فلوس، هيحاول دايما انه لا يسرق الاضواء تاني ليه ويخليكي ممتنه ليه، ويحاول يتنافس معاكي اصلا. فاشتغلي على نفسك ووفري كل الاحتياجات الماديه تحديدا دي لنفسك، وصدقيني لما يشوفك بتعملي كده هيغير، وهيبقى هو اللي عايز يسرق الاضواء ويبهرك من تاني. النقطة اللي بعد كده، الراجل بيتعلم منك من طريقتك مع نفسك. انت كمان هتقولي له بشكل صريح ان انت بتحبي المعاملة دي. يعني ايه؟ يعني علمي الراجل يعاملك ازاي. من اول يوم ليكي في العلاقة خليكي صريحة، وعرفيه نوع المعاملة، نوع اللايف ستايل اللي انت بتحبيه، ومواصفات شريك حياتك المثالي اللي انت كنت بتحلمي بيه. بيعمل لك ايه، بيجيب لك ايه، عايش بتعيشي فين، نوع الهدايا اللي بتحبيه، ايه المناسبات المهمة جدا عندك اللي انت ما ينفعش تفوتيها مثلا، او اللي انت بتحتفلي بيها بشكل معين. كل ده هتقوليه له، هتوصليه له بطريقة لطيفة. وركزي جدا ان انت تعملي ده في اول العلاقه. كمان ركزي ان انت ما توصليش الحاجات دي باسلوب وحش او اسلوب فيه تعالي وتناكه. الراجل ما بيحبش البنت المغروره صراحه، بس بيحب البنت اللي عارفه قيمه نفسها. فانت خليكي عارفه قيمه نفسك، قولي له ان ده العادي الطبيعي بتاعك اصلا في حياتك، ده اللايف ستايل بتاعك. فطبيعي ان الراجل اللي هيجي لازم يعيشك في نفس المستوى، مش اقل من كده ان ما كانش اعلى يعني. كل ده هتعمليه بذوق، باسلوب لطيف، مش باسلوب وحش، ومش باسلوب فيه تعالي زي ما قلت. وكمان ما تحسسيهوش بضغط عليه يقول في دماغه ايه ده، دي الست دي بقى هتخلص اللي ورايا واللي قدامي. لا، انت خليكي ما تبانيش طماعه، ما تبانيش ماديه، بس خليكي عارفه قيمه نفسك زي ما انا بقول. وكل ما الكلام ده كان في اول العلاقه كل ما كان احسن طبعا، لانه بيبقى زي بروجرام كده انت هتبرمجيه عليه، هتعوديه عليه، خلاص مش هيحتاج منك مجهود تاني بعد كده. وافتكري دايما تاني ان الراجل بيتعلم يعاملك ازاي من معاملتك لنفسك ومن صورتك انت عن نفسك. النقطة اللي بعد كده، حسسيه قد ايه هو مهم في حياتك، وحسسيه باحتياجك ليه حتى لو انت فعلا مش محتاجة ليه. يعني مش من مفهوم معاملة البرنسس ان الراجل لو قدم لك حاجة بسيطة مثلا على قد امكانياته او اقل شوية من توقعاتك ان انت تحتقريها او تقللي من شأنها، او تحسسيه كأنه ما قدملكيش اي حاجة، كأنه ما عملش حاجة.
لو عملتي كده مش هيكرر حتى الحاجة البسيطة اللي عملها دي تاني. الحل هنا ان انت لو حسيتي فعلا ان هو تعب في الحاجة دي وبذل فيها مجهود وقدر يعني عمل كل اللي يقدر عليه في حدود امكانياته، لازم تقدري ده طبعا، ولازم توصلي له احساسك بالشكر والعرفان والامتنان على المجهود اللي بذله في الحاجة دي، حتى لو هي ما عجبتكيش قوي. يعني حسسين ان الحاجة البسيطة اللي بتيجي منه دي بتسعدك جدا، وان اي حاجة حتى لو بسيطة بس بتيجي منه بيبقى ليها طعم مختلف تاني عن اي حاجة مثلا انت بتجيبيها لنفسك او اي حد تاني بيجيبها لك. يعني حسسيه بالتميز كده ان هو انت في حتة تانية. حاجة كمان، اطلبي منه خدمات بسيطة، عوديه ان هو يلبي طلباتك تمام عن طريق الحاجات البسيطة اللي بتطلبيها منه دي. يعني حسسيه مثلا ان انت من غيره محتاسه، مش هتعرفي تعملي الحاجه الفلانيه دي. حاجات بقى زي مثلا يغير لك لمبه الاوضه، مثلا يشيل لك حاجه تقيله، يساعدك في حاجه معينه مش فاهماها، يجيب لك حاجه بسيطه، حاجه حلوه بسيطه وهو مروح. عوديه على كده، مثلا لازم وهو راجع من الشغل للبيت مثلا يجيب لك معاه شوكليت، يجيب لك معاه بونبوني، حاجه بسيطه جدا بس تعودين هو يجيب لك. فاهمين الفكره؟ دي حاجة هتحسسه ان انتي محتاجاله وان انتي بتقدري الحاجات البسيطة الحلوة اللي بيعملها لك دي، وهتشجعه ان هو يعمل لك اكتر واكتر طبعا عشان يرضي ويغذي الايجو بتاعه. نقطة بعد كده ومهمة جدا، كافئيه بعد كل حاجة حلوة بيعملها لك. معاملة الاميرات مش معناها ان انتي قاعدة على العرش كده وبتاخدي بس ما بتديش. الراجل لو محسش بتقديرك وانه بياخد اي مقابل ولو بسيط من مجهوداته اللي بيعملها لك دي، فهو مش هيعمل كده تاني. في نقطة شبه كده بتتعارض مع مبدأ الاستقبال، وهو ان انت مثلا لما حد يقدم لك حاجة وانت مش مفعلة عندك نقطة الاستقبال كويس، بتحس ان انت لا، انت في دين في رقبتك ولازم ترديه، وان انت عايزة في اسرع وقت بسرعة تجيبي هدية تاني عشان تردي له المجاملة اللي عملها لك دي. لا، دي حاجة مش تمام، دي حاجة كده بتوضح ان انت عندك مشكلة في الاستقبال. لكن الحاجة اللي انا بتكلم فيها هنا ان انت لما هو يقدم لك حاجة، خدمة او هدية او ايا كان، اشكريه جدا وتبسطي بالحاجة جدا واستمتعي بيها جدا، وبعد كده بعدها بشوية في الوقت المناسب كافئيه ووضحي له ان دي مكافأة علشان الحاجة اللي انت عملتها لي دي. انت كده بتبرمجي عقله زي ما قلنا ان هو كل ما هيقدم لك حاجة حلوة هياخد في المقابل حاجة حلوة. لو ربطتي النقطتين دول ببعض في عقله هيعمل لك المعجزات، صدقيني. انا مش حابه ادخل في تفاصيل قوي، بس النقطه دي هتفيد قوي الستات المتزوجه، وطبعا انتوا فاهميني. النقطه اللي بعد كده، معامله الاميرات مش بس من الراجل، دي لايف ستايل، اسلوب الناس كلها بتشوفك بيه، مش بس الراجل، مش بس جوزك. لو مثلا بصينا للملوك والملكات والبروتوكول والاتيكيت اللي محطوط في التعامل مع الملوك والاميرات والبرنسسز، مين اللي حط البروتوكول والاتيكيت ده؟ الملوك نفسهم، صح؟ بنفس المنطق انت اللي بتعلمي الناس برضو تتعامل معاكي ازاي، معاييرك اللي بتظهر لهم، حدودك الشخصية وشخصيتك القوية عموما، وخطوطك الحمراء اللي انت بتوضحيها لأي حد بيتجاوز بس شوية او مش بيعاملك بالطريقة اللي انت حطاها لنفسك. ده البروتوكول اللي انتي بتوصليه للناس، يا جماعة انا بتعامل بالطريقة الفلانية دي، واي حد هيتعامل معايا بأقل من كده فانا مش هقبل منه معاملة مش كويسة مثلا، او حاجة تتخطى حدودي والستاندرز بتاعتي. تاني حاجة ان انتي تعملي لنفسك زي سيلف براندنج او تسويق لنفسك، بمعنى ان انتي بتظهري دايما بالشكل اللي تحسيه واللي انتي شايفاه يليق بيكي كحاجة كبيرة وقيمة عالية، حاجة تليق بيكي وبمعاييرك العالية اللي انت عايزة الناس تتعامل معاكي بيها. ستايلك، شكلك، هيئتك، البادي لانجوج بتاعتك، كلهم توظفيهم لخدمة الهدف ده. اشتغلي على نفسك، بان ان انت تعبانة على نفسك وتعبانة على حالك زي ما بيقولوا، بذل مجهود قوي في شغلك على نفسك ده، وده هينعكس لكل الموجودين حواليكي، ومن غير ما تطلبي منهم اي معاملة خاصة ومن غير ما تقولي ولا اي كلمة. ان انتي تعبري عن شكرك وامتنانك لاي حد بيقدم لك اي خدمه او معروف، اي حاجه لو بسيطه، لو حد فتح لك باب العربيه، لو حد شالك كيس مثلا وانتي طالعه على السلم، لو جوزك عمل اي مجهود بسيط، لازم تقدري ده كويس جدا وتمتني من قلبك بجد. انا ممتنه يا رب ان انت سخرت لي ناس يعملوا لي الحاجات دي، سخرت لي ناس يعاملوني بالطريقة المثلى اللي أنا بحبها دي، سخرت لي حد يساعدني، يبسطني، يفكر فيا، يجيب لي هدية.
خليكي في الفايبس دي، في الطاقه دي، ووصلي لهم ده ان انت فرحانه بجد وممتنه فعلا من قلبك بالمجهود وبالمعروف اللي هم بذلوه عشانك ده. لما الحاجه بتطلع من القلب كده بتوصل لهم برضو، وبيبقوا عايزين يعملوا لك اكتر واكتر. دي كانت كده تبس حاولت الخص لك فيها ازاي تقدري تخلي شريك حياتك والناس كمان حواليكي يعاملوكي معامله البرنسس والاميرات. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو الموضوع ده عجبكم اعملوا لايك، وقولوا لي كمان في الكومنتس حابين نتكلم في ايه الفتره الجايه. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.